السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. رايحة أعمل ايه يا حبايبي؟ رايحة أعمل فيديو تلميع الألمونيا بناء عن طلب واحدة صاحبتي حبيبتي، يعني متابعة معايا على القناة. طيب، سر لمعان الألمونيا بتاعتي هي الصابون اللي هو بالذات المستعمل ده يا حبايبي. الصابون ده بسم الله ما شاء الله عليه اهو، من غير اي حاجة، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فل الفل، ولا مبوظ الايدين ولا بيعمل فيه اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله رغوته زي الفل. انا بغسل بالصابون ده على طول، الصابون لسه اثاره معايا اهو، والله العظيم دي رغوته يا حبايبي، ما بحط معاها اي اضافات تانية. برضه احط صابون في دي هنا، انا مش برغي، انا باخد كده بالسلكه كده من الصابون ده اهو، ثواني كده عشان بس ايه تبقى الكاميرا موضحه اهو. يعني ديت حته صابونه معايا، بحط الصابون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو اهو، وبحط عليه الميه، بيعمل معايا سائل صابون زي ده كده، يعني ما برغيش بالسلكه يعني ولا حاجه اهو، يعني مش بعطل معايا. اهم حاجه ايه؟ السلك البلدي ده، السلك البلدي بتاعنا يا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله. بغسل بيه اطباق، كوبايات اهو، الرغوه بتاعته بسم الله ما شاء الله، منزلاه قريب لسه على القناه، يعني ده صابون كنت منزلاه لسه قريب على القناه معايا، وجاي فيديو الصابون ببواقي زيت الآلية، هتلاقوه ان شاء الله موجود على القناه، امشوا معايا خطوه بخطوه وان شاء الله هتطلع يعني بنتيجه كويسه. مش من النوع اللي هو بيعمل فيها دهون في الايدين ولا دهون في الحوض ولا دهون في المواعين بالشكل ده يا حبيبتي. مش هقول لك بقى عطلي نفسك بقى وقعدي هاتي الصابونه وقعدي رغي واعملي كده، لا اهي شويه ميه اهي زي الفل اهي. الصابون ده بسم الله ما شاء الله عليه، يعني كل اهو كوبايه كمان اهي، مش هقول لك ده انا شايله كوبايات غسلها بسائل صابون من نضيف ولا حاجه، لا والله كله بغسل بيه اهو، كوباياتي وحالي بسم الله ما شاء الله نضيفه. ده طريقتي في التعامل يا حبايبي. واقول لك كمان لو معاكي حله بقى زرقاء، حله مكان سليق، حاجات من دي، بسم الله ما شاء الله الصابون ده بيخلي معاكي الدنيا كلها. هتخافي منه على ايديكي يا حبيبه قلبي؟ لا. بتحط له جلوسين يا مفرق؟ لا، هتشوفوه ان شاء الله، ولا في جلوسين ولا في اي حاجات من اللي هي المرطبات خالص، ده هو البوتاص واريال والملح، واهم حاجه ميه الليمون المغلي. ميه الليمون ازاي؟ عشان برضه كلفي نفسك بقى واعملي ليمون بقى اعصريه او افرميه وحطيه، لا يا حبيبه قلبي، شفتي قشر الليمون اللي انت بتكسروه بعد كده بترميه، هو ده اللي انا بكومه في علبه زي دي كده وفي التلاجة. لما بتتملي معايا بمسكه على نار هاديه في كسرونه او في اي حاجه بقى تنفع، وبغليه غليان جامد يا حبايبي. بينفع معايا في غسيل الحمام حفظكم الله، بينفع معايا في الصابون السائل، في الصابون اللي هو بتاع الزيت المستعمل ده، بينفع معايا لو عندي بط بقى غسلاه دبحاه وعايز اغسل، بغسل بنقطه منه، مش بقول لك بنقعه بنقطه بس غسيل، مش معايا اي زفاره. كمان بينضف معايا في الطيور بسم الله ما شاء الله زي الفل. عندي في حمامي عزكم الله الصابون ده، مش هقول لك بقى هاتي فلاش، هاتي مزيل البقع، هاتي حاجات من دي، ده كلها حاجات احنا بنرميها يا حبايبي، استغليها في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. نخش بقى على الالمونيا، مش هتلاقي بقى معاكي العرق اللي هو بيبقى هنا في الالمونيا دي ولا اي حاجه، نقفل ميتنا بس عشان الالمونيا بتاخد وقت معايا اهو بالشكل ده كده، ما بتاخدش منك اي مجهود. الصابون مرغي معايا وزي الفل، رغوته زي الفل، يعني الصابونه اللي معايا اللي انا حطاها دي ما باشتش كمان من اول مره يا حبايبي، مش هرجع كمان ان انا اعيد عليه بالشكل ده اهو، خليه زي المرايه حاجه كده بسم الله ما شاء الله.
معايا في الاطباق، معايا بقى في المعالق، معايا في الكوبايات، معايا في الحلل. هوريكم الحلل برضه كمان دلوقتي. بسم الله ما شاء الله تلميعه زي الفل. يعني بتكلف تأكيدها بسيطة. بتاعت البوتاص 2 كيلو من الزيت المستعمل بياخدوا نص كيلو من البوتاص، نص كيلو من الدقيق. في ناس قالت لي بنعمله من غير دقيق خالص، فاللي بيعمله من غير دقيق يا ريت ينزل الطريقة حتى نوفر شوية الدقيق نحطهم في أي حاجة. دي الألمونيا بتاعتي اهي بالشكل ده كده. متعملش معايا دهون ولا بيعمل معايا بقى ان يوسخ معايا الدنيا كده في الحوض، لا يزينها دهون جامده اللي بتبقى في الحوض دي. لا يا حبايبي الصابون ده بسم الله ما شاء الله. الليمون، ميه الليمون المغلي اللي انا ضفتها فيه محافظه من جهه على ايديا. اي خرده قديمه للباب اهو، محدش عنده خرده قديمه. ايدك برضو على المواعين وفي قلبها كده. والله يا حبايبي ما برجع اعيد على الوعيه تاني اهو. يا رب تكون واضحه. هجيب لكم حله زرقاء خالص معايا دي برضو. دي مكان سلق بطاطس، دي مكان سلق بطاطس وبيض. من بره عامله ازاي، من جوه زرقاء خالص اهو. ما شاء الله بتروح معايا زي المرايه. السلك البلدي مع الصابون ده حاجه كده للمواعين، ما تجيش لعدوك عليها بمعنى اصح يعني. مش هقول لك بقى اعملي مجهود ادعكي تلتي حاجات من دي، لو ما فيش حاجه من دي خالص اهي. مخليش اي اثار للزرق خالص. وكان من يوم ما انا عملت الصابون ده او عرفت تجربته، يعني عملته كم مره، مش عملته اول مره وطلع ناجح معايا. ده انا هقول لكم ده انا بوظته 50 مره والله يا حبايبي. مش عشان انا فاتحه قناه بقى وهقول لكم ده انا من اول مره جبت فوجان كده، لا والله. بقيت اعمله يفسد مني، بقيت اعمله ما يربطش خالص، بقيت اعمله والاقيه فيه كلاكيع دقيق. دي طبعا عدم استعنى وعدم هو عدم استعنى. شايفين مرة كده عملته مرة وبوظته، وكمان ما ربطش معايا. خلى راحت زي المراية معايا اهي يا حبيبي. ما فيهاش اي اثر للزرق ولا اي حاجة، وبتلمع زي الستيل. يعني اللي يشوفها كمان من بعيد ما يعرفش ان هي حلة ألمونيا، يقول ده هي ستيل ما شاء الله. الصابون ده عملته كام مره والله يا حبايبي وبوظته، مش هقول لكم ده هي مره ولا حاجه. حله كمان اهي بالشكل ده كمان اهو اهو. عملت زي ما بقول لكم بقى، عملت الصابون ده مش عارفه الكلام اتقطع ليه. عملت الصابون ده كم مره والله وبوظته، وكمان عملت له اعاده تدوير. يعني دخلت على قنوات، مش هقول لكم بقى ده افتكاسي وحرفانه من عندي ولا حاجات من دي، لا والله يا حبايبي. اللي ما بوظت ما بيعملش، عشان تكونوا عارفين. يعني انا عملته مره وباظ مني، اكيد في تاني مره. انتوا عارفين اول مره كان سببها ما ربطش معايا ليه؟ حطيت البوتاص سخن. البوتاص ما بيتحط السخن يا حبايبي، خدوا بالكم من الحته دي. حطيت البوتاص معايا سخن واستناه يربط ما يربطش. حاطه المقادير صح زي ما انا شايفاها والله العظيم، حطاها صح واستناه يربط ما يربطش. المهم ايه، كان نفسي ان انا اصور معاكم الحته دي، وبصراحه اتكسفت يعني كده، بس انا هقول لكم برضه والله عليه. المهم لما سالت بقى قالوا لي لا ده البوتاص زمان سخن، طالما ما عملش معاكي كلاكيع دقيق وكمان ترك الزيت. لقيت الزيت كمان فصل منه. قالوا ده البوتاص سخن. فعلا انا كنت حاطه البوتاص سخن جدا في الصابون، وتقليب بقى من اللي بالك فيه. يعني شربت كل حاجه كده في بعضها وما استعنتش ان انا اقلب جامد تمام. فدي اول مره وفصل منه. جت بعدها
عملته تاني مره طبعا. ما حطيتش بقى البطاطس سخنه، كنت قرصت منه اول مره. تاني مره بقى ما حطيتش البطاطس سخن، بس كان الدقيق معايا ما دوبتوش كويس. تمام اهو. لسه معايا هنا شويه حاجات كده هسيبهم تحت ايدي في الحله دي اهو، عشان يبقى غسيلي. شايفين الرغوه اللي معايا عامله ازاي؟ رغوته بسم الله ما شاء الله. الحله كانت مكان سلق كوارع كمان اهي. والتانية كانت مكان سلق بطاطس، يعني الاتنين دول بيبقوا مكانهم، يعني الحاجه بتبقى صعبه شويتين. اهي الحله اهي مكان الكوارع بسم الله ما شاء الله، حاجه كده زي الفل من بره زي من جوه. هغسل بقى الغطيان ده، بيبقى غسيلها سهل، واقول لكم برده حوضي بختمه ازاي. كده خلصت يا حبايبي المواعين بتاعتي. ببدا بقى افردي بقى ازاي اهو، يمسكين بالشكل ده كده اهو اهو. الشكل ده زي الطبق اللي احنا بناكل فيه بالظبط. كل مره يا ام فرح بتعملي كده والله العظيم، كل مره اهو يا حبيبي. تفضل حاجتك نظيفه معاكي والحاجه زي الفل. ماشي، هو مطبخ كبير مش متشط كبير، مش كبير ومش متشطب، الحمد لله زي الفل. بس مش يعني ما فيش حاجه تمنع ان احنا نمسكه نغسله وننضفه برضه. دي صابون اللي معايا في السلك. خلصت بقوم ماسكه بقى العلبه بتاعتي دي كده اهي، تفضل برضه نضيفه معايا بنفس السلك اهو. غيرنا كده ميه الصابونه اهو، وهاجي برضه الغسله تاني. احنا عامه ما بنبطلش غسيل طول اليوم. تفضل بقى فاضي ومطبخ نضيف زي الفل. هتجيبي معاك الحوض والحنفيات، اي حاجه بقى طايلها الميه، اي حاجه طايلها طرطشه الصابون، حاجات من ده عشان ما تغيرش معاكي يا حبيبتي. تمام. ما تسويش برضه اي حلتي يا حلوه دي اهي. ايديا زي الفل ما فيهاش اي حاجه الحمد لله. صابون ما بوظش بايدي يا حبيبه قلبي. تمام كده. المواعين بتاعتي اهي اهي، حاجه كده فل الفل وحاجه نظيفه، حاجه كده على قدي، بس هي حاجه نظيفه الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. يا رب اللي يعجبه الفيديو يا ريت ما ينسناش في اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك ويدوس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.